ثم شفتوا بان المسؤولين تفاعلوا مع هذا الملف لدرجه ان كان الملف معين 18 شهر، فاذا بالوكيل العام الملك واستاذ قاضي التحقيق عينوا اليوم والبارح تمات اليوم عينوا لجنه الابعاد، لان كنت قايله الا ان كنشكرهم من هذا المنبر الاستاذ خياري قاضي التحقيق، وكنشكر الوكيل العام الملك استاذ اللي خيرت القضاه على صعيد المغرب، خير النيابه العامه لانه كان في الارهاب كان في هذا، الحمد لله لان هو والنيابه العامه راه بجوجهم راه متلاحمين باش يحققوا العداله فيما يخص هذا الكولونيل اللي مات مغدورا مات مقتولا، وغادي نعرفوا كل واحد وغنعرفوا حتى شكون اللي ستر هذا الواقع، غنعرفوا اي حاجه لان اليوم وقعت الاستماع للشاهده ابتسام لان هي اللي كتقول لك بان امها راه جات في القدوش ما بغاتش تقول لها الحقيقه ديال شكون اللي قتل باها. السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد، كنتمنى تكونوا بخير. اذا كنت لاول مره كتشاهد القناه ما تنساش دير اشتراك فيها وشي كومونتير محفز فضلا وليس امرا. ملف بنت الكولونيل اللي تقتل الاخوان من 2018 وما بانش الحقيقه ديال هذا الاب، وكيدعيوا بان الاخوان هذه الحادثه فقط هي شكوك في حادثه وليس قتل. حيت فاقا خدمه خاص بزاف الناس متورطين في الدمين، لان شاهده من الناحيه القانونيه حتى الام ديالها سمعوا لها كشاهد، من داروا مواجهه بينها وبين امها، لان يستمعوا لها هي داك الشيء اللي كتقولوا بدقه، ما يمكنش انسان غادي ينسى شي حاجه اللي في اي نقطه اي سؤال كنجاوب عليه واحد الحده اللي ما يمكنش، واللي نسات شي حاجه غفلت عليها لان عندي العلم بهذا الملف كنذكرها، وفعلا كان السيد القاضي التحقيق كيقول كاتبه ديري اجوبه واسئله سؤال جواب. واليوم الاخوان البنت الكولونيل كتحدث بحرقه على الاب ديالها في جميع المنابر، وبغات الاخوان ان تبين الحقيقه، ولهذا الاخوان كنت نتمنى ان تدخل المحاميه النزيهه، محاميه ترفع على قبعه زينب خيار، ودخلات على الملف. واليوم القضيه الاخوان في المحكمه، وشنو جرى في المحكمه هذا الشيء اللي غتشوفوا معنا في الفيديو الاخوان. ومادام قاضي التحقيق ارتأى له بان خاص يصرح هذا المحترم، فعلا استدعت الوالده ديالها باش يواجههم في القضاء، ما كاين لاش غتواجهوا في الزنقه وامام القضاء، لان القضاء هو الفاصل بين المقصد ديال الكولونيل، وغادي نكونوا نتقن من هذا المنبر لان ضروري غنوصلوا الحقيقه. كيف ما تبعتوا معنا الاخوان كنت نتوقع ان هذه المحاميه ان عن نزيهه، محاميه ترفع على قبعه، محاميه تستحق الاوسمه. هذه المحاميه الاخوان نزيهه وشحال ديال القضايا، وما تنساوش الاخوان بان قضيه تامر البناني هذه المحاميه الاخوان هضرات وعطات ادله وبحثات في الموضوع، وكتحب الوطن ديالها، وكتحب الاخوان هذه السيده ان تعاون ولاد الشعب وتعاون الابناء ديال الوطن ديالها. انا بان لي ارتأى لي اليوم واحد الضوء، شعلت واحد الشمس اللي تقريبا فيه الحقيقه من بعد، لان الهاتف ديال النقال ديالو فين هو، الطوموبيله ديالو علاش بقات عند طولي 6 شهور، عطى الطوموبيله فيها جي بي اس، بزاف مسائل، كيفاش فين هو الهاتف ديالو، عطانا سؤال فين الهاتف ديالو، قالت ما كاينش هاتف الا هاتف عند شخص معروف ودليله بالاسم ديالو داز فيه ابتسام من قاضي التحقيق. تدافع بالحق وكتبغي الحق، وان شاء الله عندما يفيد، والسيده كنثيقوا فيها حنا ولاد الشعب وتبارك الله عليها. وكيف ما غتوقف مع هذه السيده الاخوان وغتعاون معها اللي هي بنتنا كاملين، وكل شيء كيبغي هذه البنت الاخوان بان القضيه ديال الاب ديالها كتهم الراي العام، لان الاب ديالها واحد السيد كان خدام في خدمه الوطن. ماشي وكاين شهود في هذا الصدد، وقاضي غيضطر غيستدعي جميع الشهود المتعلقين بهذا الملف، وراه حتى شي واحد يفوق القانون، كلنا سواسيه امام القانون، وروح عزيز عند الله. راه ماشي زعما حنا دوله حق يدير اي واحد يدير اللي بغا يستروا عليه، ما كاينش اللي دار شي حاجه غيطيح فيها، يحفر شي حفره غيطيح فيها. لذلك الاخوان مات مقتول، وحتى شي واحد الاخوان ما بغاوش انه يبات مقتول، يبات مقتول الاخوان بدون حق وبدون شرع. القانون يعلى ولا يعلى عليه، والقانون الاخوان كيف ما امر سيد جلاله الملك محمد السادس نصره الله ان القانون كيتعطى لاي واحد، واي واحد الاخوان كتفتح في حقه مسطره قانونيه. ما كاينش الاخوان اللي لا باس عليه وما كاينش اللي فقير، كل شيء عنده الحق ياخذه، وكل شيء الاخوان حنا ماشي في غابه، حنا راه اخوان في دوله الحق والقانون. راه ما كاينش حتى واحد ما يسحب راسو فوق شي واحد، كيف ما كان البشر كيف ما كان كنا بحال وان شاء الله غتظهر الحق. المواجهه بينها وبين الابن ديالها القاضي كان حكيما، اسئله مدققه، ما كاينش اش قالت هذه واش دارت هذه، اش درتي هنا، علاش علمتي هنا. لذلك الاخوان المكان المناسب للشخص مناسب، زينب خيار الاخوان خذات هذا الملف، وحنا كنطيقوا فيها وكنطيقوا في القضاء ديالنا النزيه، قضاء عنده كلمه ديالو، وان شاء الله تبان الحقيقه تنصف بها هاد الابنه الاخوان اللي هي الاخوان جرحات القلوب ديال المغاربه.
حقيقه الاب ديالها اللي توفى وهو مقتول. وهذه هي الابنه الاخوان، فاش كتربي واحد الابناء في محيط جميل وفي محيط اخوان محترم، كتعطيك وليدات وكتعطيك الثمار. دازت الجلسه الحمد لله. انت عارفه ما نقدرش نجيب حتى شي معلومات لسريه البحث. الحمد لله دازت الجلسه فازها الحمد لله في واحد اللي هو الجو اللي هو نزيه الحمد لله. شوفوا الاخوان تعرضت على اموال وما بغات تسكت على هذه القضيه ديال الملف ديال الاب ديالها، لان كتشوف الاب ديالها مات ضحيه ومن حقه انها تدافع على الاب ديالها. وحتى مع الله سبحانه وتعالى لا يقتل اي واحد نفس بدون شرع، والشرع الاخوان هنا والقانون كيحمي اي مواطن، اي انسان عنده حق في العيش وعنده حق في التصرف. واي واحد الاخوان من هذا المنبر تنقول لكم اي واحد عنده نزاع مع شي واحد يلتجأ للقانون ويتابع المسطره القانونيه. هنا الاخوان تخدم هذا الذكاء ديال العقل، وكاين القانون في البلاد ديالنا، القضاء ديالنا مشكور، القضاء ديالنا نزيه. وحتى الصحافه الاخوان اللي كتساهم وكتحدث على هذه القضيه ديال الاب ديال الاخت الاخوان اللي الاب ديالها بات مقتول، اخوان مشكورين من هذا المنبر. كل واحد صادف هذه البنت وبغات تفتح قلبها للمنابر اعلاميه، وكانت الاخوان كلشي تعاطف مع المغاربه، لان المغاربه قلوب ديالهم رحيمه، قلوب ديالهم كتضاعف على الخير الاخوان. لذلك الاخوه حنا كنطمحوا عندنا اننا نسمعوا خبر جميل مع الاستاذه زين بخيار، المحاميه النزيهه، المحاميه كترفع على القبعه من هذا المنبر، محاميه كتدافع على الحق. هادو هما المحاماه. نتمنوا ان يكونوا محاميين نزيهين اخرى. لا ادعي بان كاين محاميين اخرين ما فيهمش الثقه، ولكن كاين محاميين كيخدموا البلاد. كاين الاخوان دائما كما تنقولوا، كاينين الناس اللي كيخدموا وكيحبوا هذه الارض السعيده وكيبغيو الخير لان البلاد ديالهم، وكلهم كيتعاونوا دايرين يد في يد وراء جلاله الملك نصره الله من اجل ايجاد الحق، من اجل المغرب التقدم، المغرب ازدهار، وندفعوا بالبلاد ديالنا تمشي لقدام، لان هذا هو التقدم. القانون راه غيقول الكلمه ديالو الاخوان، لان القانون يعلى ولا يعلى عليه. وهي الاخوان كتواجد مع محاميه نزيه، محاميه عندها ما تقول، محاميه عندها مستندات، عندها دلائل بما تفيد وتثبتها الى المحكمه. ونتمنى ان شاء الله يكون خير، ونتمنى ان شاء الله نسمعوا اخبار ساره بخصوص هذا الملف، ونتمنى ان شاء الله خير. كانت هذه الحلقه الاخوان ديال اليوم. ما تنساوش ديروا اشتراك في القناه وشي كومونتير محفز. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.